طبعا وانتم عارفين اليهود لهم مع الإسلام قصص طويلة. اليهود كما قال الله، إذا كان الله قد صدق فيما قاله عنهم فيما تعلم مما مضى، ألم يقل الله وقطعناهم في الأرض أمما؟ قال وقطعناهم في الأرض. ما فيش بلد من البلاد إلا ما كان فيها شوية يهود، إنما شوية اليهود خلية لوحدهم لا يذوبون في المجتمع، لهم حارة اسمها حارة اليهود. وقطعناهم في الأرض إيه؟ أمما. ولذلك الناس بتذكر ما وجد في آية الإسراء أولا، إنهم يفسدون في الأرض مرتين، ونسوا الآية اللي جت في آخر سورة الإسراء، وقلنا من بعده أي بعد موسى لبني إسرائيل شوف العبارة اسكنوا الأرض. الله، في واحد يقول لي عايش في الأرض اسكن الأرض، فما هو ساكن فيه، امال هو فين؟ هو قاعد في السماء؟ هو قاعد في الجو؟ ما هو ساكن. قال لك لا، اسكنوا الأرض. أنت تقول لواحد اسكن بورسعيد، اسكن الإسماعيلية، اسكن طنطا، اسكن، تحدد حته، انما تقول له اسكن الارض. طب ما هو في الارض. قال لا، اسكنوا الارض يعني لا وطن لكم، اتبعتروا في الكون، مفيش لكم وطن. وقلنا من بعده لبني اسرائيل ايه؟ اسكنوا الارض. ايد قوله وقطعناهم في الارض امما، ولهم الذله لا الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله كما كانوا في المدينه معاهدة رسول الله معيشهم في حضانة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعمل الاختلاط العام لم يستنن دينا من مسلم. شوف العظمة المحمدية. وإنما كان يستدين من اليهود. طب ليه؟ قال لك لأنه إن استدان من مسلم ثم سهى أو قصر، المسلم يستحي أن يقول له يا رسول الله أنت مدين ليا، لكن اليهودي ما يستحيش يقول له فين يا ابا القاسم اللي عليك. ولذلك لم يستدن رسول الله من مسلم ابدا، ومات رسول الله ودرعه مرهون عند يهودي. اذا كانت المسائل بينهم وبين اليهود على احسن ما يكون. وبعدين نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فإذا جاء وعد الآخرة اللي ربنا قال عليها في أول السورة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعمل إيه الحكاية؟ قال لك جئنا بكم لفيفا ملفوفين ويا بعض، جبناكم من البلاد دي كلها وعملنا لكم وطن. الله، إذا كونوا يبقى لهم وطن في فلسطين دي مش ضد المسلمين، ده تأكيد لمين؟ لقول الحق. فإذا جاء وعد الآخرة يبقى كلهم وطن، ما تزعلوش منه. ليه؟ لأنكم ما كنتوش تقدروا تتتبعوهم في كل بلاد العالم، إنما لما نجيبهم في حتة كده وبقت إسرائيل ونضربهم الضربة تبقى ضربة إيه؟ تبقى الضربة القاضية. كمان اوعوا تزعلوا لما يقولوا عملوا مستوطنات ويعمروا فيه. ليه؟ قال لك لأنه هو قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقال في الثانية نعمل ايه؟ ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فلو لم يبنوا ويعمروا ويعلوا امال هتروح تتبر ايه؟ ده انت لازم تخلوهم، لو ما تبروش تبقى الذله مش موجوده، انما هم يشوفوا يعلوا وبعدين انت تيجي تتبر. ادي النكايه وادي الايه؟ لا سيبناكم تعمروا وبعد تعملوا كل حاجه. وبعد ذلك جاء المسلمين يتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. اذا فيجب على المسلمين انهم ما يزعلوش من هذه المسائل، لان قدر الله مع اليهود ومعنا ماش في سلسله الانتصارات للاسلام. الحق سبحانه وتعالى بين لنا انهم حينما كانوا في حضن الاسلام بين المعاهده التي عاهدها رسول الله حينما ذهب الى المدينه عايشين كويس، وصحابة رسول الله يشتغلوا عندهم والنبي يستدين منهم، كل ما فيش حاجة. لكن لما خرجوا عن المعاهدة جاس رسول الله خلال ديارهم، ومش انتصر عليهم وسابهم في مكان، أجلاهم من الجزيرة العربية كلها، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. امال ليه الكرة لهم جت علينا؟ ليه الكرة دي جت لهم علينا وخلاهم يعملوا ويانا كده؟ قال لك الآية تبين ذلك.
لأن ربنا سبحانه وتعالى المال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. دول يمسدنا رسول الله فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعث مين؟ عبيد ولا عباد؟ بعث عبادا. ايه الفرق بين عبيد وعباد؟ عبيد الكل عبيد الله حتى الكافر. ليه؟ لأن إن كان ربنا وهبه الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن لكن خلى عبودية الله دائما. طيب يا كافر يا اللي تمردت على الإيمان بالله أنت تعودت تتمرد، طب ربنا هيعييك قول لا مانيش عيان تعيي، هيموتك ما تقول مانيش ميت ما أنت متمرد. إنما في حاجة ما يمكنش تخرج من ملك الله برضه لا تزال إيه؟ لا تزال عبدا وإن أعطاك اختيارا في ألا تؤمن به. لكن عباد هم الذين خرجوا عن مراداتهم الاختيارية إلى مراد ربهم. فحين نكون عبادا لله يبقى ملتزمين مين؟ ملتزمين منهج الله. فالجماعة دول بقى لهم الكر علينا امتى؟ حينما اختلت فينا العبادية لله فانتصروا علينا ونحن نعيش في الكرة وأمددناكم بإيه؟ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتوة العالم بيساعدهم. كان العالم له فتوتين زمان، كان الفتوتين عاملين توازن، إنما بقى فتوة واحد. ما دام فتوة واحد اللي هو عايزه يمشي يقول لا ما تروحوا لمن فوق الفتوة، روحوا المنهج الأعلى من الفتوة اللي هو مين؟ روحوا في حضن ربكم وفي حضن منهجكم عشان تبقوا عبادا لنا. وما دام بقيتوا عبادا لنا مش ممكن تهزموا، فلا بد ان ايه؟ ان تنصروا.